بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين إن شاء الله تكونوا زانين وطيبين في كل مكان. مشرفينا ومنورينا والله يا جماعة، وأهلا بكل الناس اللي اشتركت عندنا جديد. شرفتونا ونورتونا، على راسنا، ربنا بارك فيكم، اللهم آمين يا رب العالمين. ده فيديو جديد يا جماعة القناة البح الكبير. ان شاء الله هنوريكم ازاي تعرفوا ان هو حبيض. احنا عملنا الفيديو قبل كده، وادي البح تاني بسم الله ما شاء الله حيبيض تاني بإذن الله. تمام، صلوا على النبي اول حاجة واذكروا الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اول حاجة يا جماعة الفيديو ده بسم الله ما شاء الله البح، احنا كنا عاملين حسابنا ان اخر طليعة اللي طلعها لينا كان الطليعة الاخيرة دي اللي كانت معاكم. تمام، فبسم الله ما شاء الله لقيت ايه حيبيض تاني. شايفين بسم الله ما شاء الله البح خوزانة يعني بقت حلوة كده وتعبن، والبطون بتاعتهم بسم الله ما شاء الله زي ما اتفقنا انها ننزلها. طبعا الواحد الحاجة اللي مربيها يعرفها يا جماعة، يعرف اذا كانت حتبيض ولا لا. اللهم صل على سيدنا النبي، كل واحد يعرف حاجته. تمام يا جماعة، شايفين بسم الله ما شاء الله البح، شايفين البطون بتاعتها نزلت يعني الله اكبر. وان شاء الله باذن الله كده هنتابعونا. احنا حاطينها هنا عشان ايه، لو عايزاه تبيض نبيضا يبقى في الاوضه دي، لان الاوضه دي احنا اللي عاملينها للبيض. تمام، ادي واحد هنا بيضا فيه وادي التاني، اللهم صل على سيدنا النبي. فاحنا حطيناه هنا، ده اللي يبيت فيه البح الصغير يا جماعه. انا قافلاه عشان ما يدخلنش بيضا فيه. تمام، شايفينهم بسم الله ما شاء الله الله اكبر. شايفين الذكر معاهم، عشان كده بيضا يبقى تمام في مكانهن، واحنا مطمنين عليه اننا بيضا ايه في المكان بتاعهن. وهذا يا جماعه البح، في وحده يا جماعه متابعه كريمه كده بعتت لنا ان البح بتاعتها لها 8 شهور وما بضتش. انا رديت عليك وقلت لك، بس انا هنرد عليك تاني في الفيديوهات بتاعتنا. تمام يا جماعه، اول حاجه لما تجي تنقي البحه من الاول، لما تنقيها تنقيها صح. ما ينفعش ان انت تنقي بحه من الاول كاشة كده او مش كويسه او طولها مش كويس. نقي بحه من الاول هي وصغيره تقول عليها بحه حلوه. تمام، لو قلت لي انا مشترياها، انا مش هنفضل ان الواحد الحاجه اللي هتبيض دي يشتروها من هي وكبيره. لو هتشتري حاجه اشتريها تكون عمرها صغير، يعني هاتيها حتى شهرين وانت كمل عنديها. وبالنسبة للحاجة اللي هتقولي لي عليها في ظهرها، أنا مش عارفة هي دي عضماية ولا إيه بالظبط اللي أنت عملتيها. فأنا شايفة يعني إن الأفضل ليكي إن أنت تجيبي بحة إيه كويسة غيرها بدليها. أنا مش عارفة أنت من فين، بس أنت لو قريبة أنا والله كانت اديتك واحدة من اللي عندي. أنا مش عارفة أنت من فين، أنا من الأقصر. شرفتينا والله ونورتينا إن أنت يعني عديت علينا وشفتينا وتابعتينا وكتبتي لنا التعليق بتاعه. ان شاء الله ربنا بارك لك يعني. بس لما تنقي بطاية او بحاية عايزاها تبيض، نقي الحاجة الكويسة، ما تنقيش من الاول حاجة فيها عيب، لان حتى لو فيها عيب وباضت انت مش ضامنة انها تطلع كويس ولا لا. فنقي الحاجة الكويسة. في الشتاء يا جماعة، الناس اللي هتقول البط يرقد قد إيه في الشتاء، في الشتاء ممكن يوصل ل40 يوم. الدنيا البرد الصعب ده البح ده والبط ممكن يوصل ل40 يوم. احنا البح البلدي ده عندنا والسوداني اللي انتوا هتقولوا عليه ده هيوصل 40 يوم في الشتاء، و39 يوم، 38 يوم. هو نصيبه على حسب التدفئة على حسب الجو. في الصيف هاخد ال30 يوم. في الصيف 30 يوم هتلاقيه بسم الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر طلع. تمام، وأرزاق يا جماعة، أرزاق ربنا بارك لنا وبارك لكم في أرزاقكم. اللهم صل على سيدنا النبي. تمام يا جماعة، هذه السؤال اللي بعتت لنا، وإن شاء الله بإذن الله يعني أنت لو هتشتري أو عندك غير هخلي واحدة غيرها. لو هتشتري من مكان قريب ومضمون، اشتري حاجة صغيرة وانت ربيها على ايدك، واشتريها من الأول ما فيهاش عيب، او اللي تجيبيها حاجه مفيهاش عيب. قولي لي انت من فين، لو انت من قريبه وينفع حد يجي ياخد، انا اديك واحده من الهن الصغيرات وتربيها على ايدك، وان شاء الله كده على فصل الربيع هي تبيض. الناس اللي هتقول لي في الشتاء مش هبيض، اه في الشتاء هو البيض بتاعه ممكن يعمل. بس والله يا جماعه الاكل شايفين بسم الله ما شاء الله هيبيضا تاني، واحنا مش عاملين حسابنا ان هنا بيضا خالص. بس هو في العادي هيبيض على فصل الربيع، دخول فصل الربيع هو اللي ابيض فيه البط موسم بالنسبه له، فهياخد الصيف كله هو بيض. يعني هياخد اخلص بطن ويرقد عليها وقوم هيبتدي يجهز للبطن اللي بعديها على طول. تمام، هو البح كده والبط كده. الناس اللي هتقول لي النوع اللي عندك ايه ده بلدي يا سوداني، يا جماعة بلدي صافي بح. احنا هنا نقول بح، في ناس تقول بح، في ناس تقول سوداني، مش عارفة ايه ممكن نقول عليه تاني، بس هو ده البح عندنا. الحمد لله يعني هو بصراحة ماشي معانا
ومراضينا ومراضينا، يعني متفقين مع بعضنا، تعودنا عليه والله يا جماعة. الحمد لله، يعني مناحته كويسة بالنسبة للجو اللي عندينا. الحمد لله عليك يا رب، الحمد لله. هذا يا جماعة ده البح بتاعنا، زي ما اتفقنا ان الحاجة تبيض على دخول فصل الربيع. بالاكل يا جماعة الحاجة تبيض، اكل كويس. تم بالاكل بتاعهم وهن ان شاء الله حيبيضوا هبقى كويسات. مش عارفة واضحة في الشمس عشان بس الشمس، معلش يا جماعة. تمام. شايفين بسم الله ما شاء الله. ده البح يا جماعة عشان محدش يقول لي خليط او مش خليط. لا ده مش خليط خالص يا جماعة، ده بح صافي بلدي والله. اللهم صل على سيدنا النبي. البيع يا جماعة أنا مش هنبيع، أنا بعت أعوذ بالله من كلمة. أنا ممكن نبيع لي حاجة واحدة بس، زي ما اتفقنا إن أنا لو اتزنقت، يعني المسكوفي الديكورين اللي كان عندي أنا اتزنقت، بعت واحد وذبحت واحد للبيت، لأن ما كانش عندي يعني إن أنا نشتري، وفي نفس الوقت أنا كنت مزنوقة إن أنا نشتري حاجات، فأنا ذبحت واحد أكلنا منه والحمد لله. والتاني أنا بعته واتصرفت في فلوسه في الحاجات اللي أنا كنت عايزاها، الطلبات. يعني حاجات زي كده، لكن ما نقدرش نطلع طلبيات يعني كبيرة. احنا هنربوا هنا للبيت كميات طبعا، عشان احنا بيوت عيلة هنا يا جماعة وقت هادي وقت هدي، بالذات ان احنا يعني بيتي اللي انا قاعدة فيه ده لله الحمد، بيت راجلي ده قاعدة معانا حماتي يعني ام راجلي. تمام. فيعتبر ايه كل اللي يروحوا اجي عنديها هنا، فلازم البيت يكون فيه حاجة يعني ساترة البيت. تمام. اللهم صل على سيدنا النبي. والواحد برضو يستر بيته عشان يكون عنده الحاجة اللي تستره. ربنا يسترنا وإياكم أجمعين. مشي عليكم الشمس عشان تشوفوها. شايفين بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. ربنا يوعاهم يا جماعة، خليهم لينا يا رب. بإذن الله يا جماعة نبيع زي ما قلت لو اتزنقت، وبإذن الله لما يكون عندي كميات بإذن الله ونكتر النوتي عندي حنبتدي نبيع، نطلع طلبيات. وحنقول لكم والله لو طلعت طلبيات بإذن الله، بإذن الله حنقول لكم. طبعا يا جماعة الواحد البحة يعرفها، الوش حمر، البطن هتنزل لتحت. تمام يا جماعة. ودوا أكل كويس يا جماعة عشان إيه الطيور تدي عنديكم. احنا بصراحة هنا يعني هنحطوا برسيم خضرة، هنحطوا جرجير، الزبانخ، أي حاجة في الخضرة في البيت خاص، لأنها مزروعة عندنا في الأراضي هنا قريب، في أي حاجة هنحط. هات يا جماعة وحطوا غلة يا جماعة، احنا هنا هنحطوا غلة بر للطيور، فيمكن عشان كده تبيض عندنا والله الحمد. هنحط غلة دايما يا جماعة، وعلف، أي حاجة يا جماعة، نخال، أي حاجة الواحد عنده في البيت يحطها. بس طبعا الواحد لما يدي الحاجة تديه ربنا يكرمه فيها، فما تعتمدوش اعتماد كله على باقي الوكل اللي في البيت، لأن مهما كانت مش هتسند الطيور، بالذات في الشتاء اللي احنا فيه. تمام. الطيور محتاجة تدفى ومحتاجة حاجات تدفيها، فالغلة والعلف والحاجات دي احنا نقول عليها هنا حامية تدفي الطيور، فلازم تدي الطيور كده أكل يدفيه. تمام. أنا هنا هنحط لها إن شاء الله بإذن الله شوية غلة، لأن هن عدم حبيضة أنا عايزات أكل كويس، عشان برضو الذكر اللي معاهن ايه يتغذى ويبقى كويس. تمام. بالنسبة لصديقتنا اللي قلنا لها على البحة اللي عنديها، يا ريت تغيريها، دي نصيحتي، غيريها وابتدي بحة جديدة كده من الأول، أسسيها صح، يا إما تجيبيها من حد مضمون يكون مؤسسها لك صح. تمام. ونجيها كويس، لو انت هتروح تنجي من مكان او من عند اي حد، نجيها بحة كويسة حلوة كده، من اول ما تشوفيها تقول الله دي بحة حلوة. الريشة بتاعتها معدولة، جناحها كويس، رجاليها كويسة. تمام. فلازم تظبطيها كده وتبينيها ايه، تلقاها بحة كويسة. هنوريك واحدة انا دلوقتي من البح اللي عندي الصغير، هنقول لك نقي ان شاء الله باذن الله، لو لقيتي تنقي زيها. تمام يا جماعة. اشتركوا في القناة يا جماعة، فرحونا بالاشتراكات واللايكات بتاعتكم، وان شاء الله باذن الله كده الفيديو ايه ينال اعجابكم ونال رضاكم. تعال هنجيب بحة من اللي برا الاول قبل ما ننهي الفيديو عشان نوريها لصديقتنا دي. هادي يا جماعة بصوا، بصي جبت لكم البحيتين الحلوات دينا، دينا بكاري، شايفاهن؟ بصي شايفاهم بسم الله ما شاء الله. دينا عمر 3 شهور، 3 شهور وكم يوم بالظبط، ما لسه ما قفلانش الا 4 شهور، يعني عشان بيضا دينا ان شاء الله باذن الله معاكي ايه الدخول فصل الربيع باذن الله، يعني عدى رمضان. تمام. بس مع الاهتمام بالاكل وتاكليه، لان السوداني يحب الاكل والبح. بس انا هنقرب لكم الصورة. هذه شايفاهن؟ شايفه البحه بسم الله ما شاء الله قد ايه، شايفه الحجم بتاعها، شايفه الارتفاع بتاعها. لما تنقي نقي حاجه كويسه، نقيها من الاول صح. شايفه بسم الله ما شاء الله، كل بحه اجمل من التانية والله فيها. نقي البحه اللي تكون حلوه وتكون كويسه وانت تعرفيها من الاول انها كويسه. اهي بسم الله ما شاء الله. شايفاهن؟
تمام يا جماعة. بعد الفيديو ان شاء الله باذن الله يعجبكم ونال رضاكم، واشتركوا في القناة، وان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجاية كلها تنال رضاكم، وتكونوا عند حسن ظن كده، وترفعوا لنا القناة وتكبر بكم باذن الله، باذن واحد احد. صلوا على النبي يا جماعة، اشتركوا في القناة وفرحونا بالاشتراكات بتاعتكم. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.